10 مساء بتوقيت أسمراء المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بأبرز العناوين. وزيرة العدل تبحث مع مسؤولي المواطنين الخدمات العدلية في القشبركة. توضيح حول مهام ومسؤولية مدراء الضواحي المنتخبين الجدد في عنسبة. الدراجة الإريتري نتنائل تسفاسيون يتوج بطواف رواندا لعام 2022. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق. دول أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا، وكييف توافق على إجراء محادثات. و13 شخصا يلقون حتفهم إثر غرق قارب في فيتنام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت وزيرة العدل فوزية هاشم لقاء مع ممثلي المواطنين والجهات الحكومية في إقليم القشبركة حول تقييم الخدمات العدلية الجارية ومواضيع قضائية أخرى تساعد في القضاء بما يتماشى مع القيم المجتمعية وسبل حل الخلافات المتوارثة عبر الأجيال وطرق عصرية تسهم في تنفيذ الأحكام وخلق بيئة صلبة تسهم في استمراريتها. وشرحت الوزيرة فوزية بأن الهدف من هذا اللقاء الذي انتظم في الفترة من 23 وحتى 25 من فبراير في مدن أغردات وبارنتو وتسني إلى تأمين سيادة القانون والنظر إلى التعليمات الصادرة عن طريق وزارة العدل الموجهة إلى المجتمع وسبل تنفيذها، وذلك بما يضمن وحدة وئام المجتمع وحل القضايا عن قرب ويمنح الأولوية للقيم التي تسهم في حل الخلافات ومكافحة الجريمة. وأشارت إلى أن إقامة جهة أهلية تتابع أنشطة العدل بالنزول حتى مستوى إدارات الضواحي خير دليل على الجهود الجارية لخلق بيئة صلبة تساعد في حصول المواطنين على خدمات عدلية مناسبة لحل القضايا عن قرب بالحفاظ على القيم التراثية المجتمعية. وقالت الوزيرة فوزية هاشم إن السلام النابع عن القيم الإنسانية واحترام القانون الجاري لتأمين الاستقرار والإعمار مهام لا تترك للجهات الناشطة في المجال العدلي فقط، مشيرة إلى عقد لقاءات مماثلة في كافة الأقاليم توضح نظام الأعمال القضائية وتعزز سلطة لجان الصلح واكتساب التجارب المجتمعية وجمع أفكار المواطنين بهدف تقديم خدمات قضائية جيدة. وذكر المشاركون بأن المحاكم عامة والمحاكم الأهلية التي تقدم الخدمات على مستوى الضواحي خاصة تسهم لإحلال العدالة، منادين العمل بأسلوب المجتمع لحل الخلافات وتأهيل لجان الصلح والجهات المطبقة للقانون وتنفيذ واسع لبرامج توعية المجتمع بالقانون. وقال حاكم اقليم القشبركة سعادة السفير محمود علي حروي في الرسالة التي وجهها أن الكثير من القضايا تحل بلجان الصلح إلى جانب خدمات مقدمة بالمحاكم الأهلية والمؤسسات العدلية الأخرى، داعيا لتوثيق القضايا المحلولة بلجان الصلح والتعريف بالأشخاص المساهمين فيها لتكون مرجعا. قدمت إدارة إقليم عنسبة لمدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين ولجان القرى الذين انتخبوا خلال الانتخابات التي جرت ابتداء من منتصف يناير وحتى 20 من فبراير عام 2022، قدمت توضيحا مسهبا يسهم في تعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم. وأوضح حاكم الإقليم سعادة السفير عبد الله موسى في اللقاء الذي أجراه مع المنتخبين الجدد في 17 و21 و22 من فبراير أن تنفيذ الإعلانات والسياسات والتعليمات والمتابعة والبرامج التي تصدرها الحكومة وإدارتي الإقليم والمديرية من أهم مهام أعمالهم، فأن قيامهم بضرورة متابعة التعليمات الصادرة وعملهم حسب مسؤولياتهم يسهم في إنجاز الأعمال بفعالية وتحقيق نتائج جيدة. وذكر السفير عبد الله مدراء الضواحي لإدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم نظرا لعلاقاتهم المباشرة مع الجهات الحكومية والمواطنين، مناشدا إياهم للعمل الجاد في فترة عملهم الممتدة ل3 سنوات، خاصة في مجال البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والصيانة والمتابعة.
وأكد المدراء جاهزيتهم لعمل وفي والدفع ببرامج تنموية بالتعاون مع المواطنين والعمل القوي لإنجاز مهامهم في الوقت المحدد وبكفاءة عالية. وطالبوا لفتح مكاتب تساعد في إنجاز الأعمال جيدا ومنح اهتمام أكبر لمسألة المواصلات والحصول على المعلومات دون انقطاع. وانتخب في مديريات هبرة وكرم وأصمات وعتكلزان وعلى برعد وحمل مالو وحلحل وحقات 80 مدير ضاحية وأيضا 80 مدير تنفيذي و478 من لجان القرى. وأفاد مراسل إرينا تأجيل الانتخابات في مديرية قلب نتيجة لحياة الرحل. أوضح ممثل المزارعين في تسني بمؤسسة المواشي والغلال السيد فسحة أبراهام بذل الجهود الجادة في السنتين الماضيتين لضمان صحة المواشي ورفع إنتاجيتها وتطعيمها لمكافحة الأمراض العابرة للحدود. وأوضح تطعيم المواشي من مختلف الأمراض داعيا المزارعين والرعاة لتطعيم مواشيهم في البرنامج الذي سيجري في 11 ضحية. وقال الطبيب البيطري محمد نور إن مرض الجدري معدي ويقلل من إنتاج المواشي ويؤدي إلى الموت، وعلى أصحاب المواشي تطعيم ماشيتهم سريعا لتلافي الإصابة بالمرض. وذكر أصحاب المواشي أن التطعيم المقدم يؤمن صحة مواشيهم. ويوجد في مديرية تسني أكثر من 376 ألف رأس من المواشي. تلقى مدرسو وطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في الدغيح دورة تدريبية ل3 أشهر إلى جانب أنشطتهم الأكاديمية اليومية. وتضمن التدريب الذي نظمه فرع ساوى ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الجرافيكس وتقنية الكمبيوتر والإلكترونيات. من جانبه أوضح عميد كلية التجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هيل مريم أهمية التدريب المهني في حياة المواطنين، ومن المهم اكتساب الطلاب المهن الإضافية. وذكر المتدربون بأن التدريب سيكون له دور كبير في حياتهم. أكد الإرتريون المقيمون في عدة مدن نيوزيلندية على العمل بكل طاقاتهم لإنجاح برامج التعبئة كضرورة وطنية. وأفادت القنصلية الإرترية في أستراليا ونيوزيلندا بأن المواطنين تبرعوا الشهر الماضي $20,000. وأوضح رئيس الجالية الإرترية في مدينة أوكلاند السيد هابتن ميكائيل أبراهام متابعتهم باهتمام لكافة برامج التصدي وهم على استعداد للمساهمة حسب القدرات. وأكد على استعداد الإرتريين الدائم المقيمين في نيوزيلندا عامة لتقوية التصدي. توج الدراج الإرتري دراج الفريق الإيطالي درون ناتنائيل تسفاسيون بطواف رواندا لعام 2022. وقد فاز هذا الدراج البالغ من العمر 22 عاما بطواف رواندا 14 الذي انتظم في الفترة من 20 وحتى 27 من فبراير الجاري، واشتمل على 8 مراحل بمجموع النقاط. وقطع الدراج ناتنائيل طواف رواندا لهذا العام في زمن قدره 23 ساعة و25 دقيقة و34 جزءا من الثانية، وارتدى القميص الأصفر ليحرز 125 نقطة من الاتحاد العالمي للعبة. كما توج الدراج ناتنائيل بأفضل دراج شاب لطواف رواندا لعام 2022. وحل كل من الدراج هنوك مولبرهان ومتكل إيوب اللذان شاركا في طواف رواندا هذا العام ممثلين أنديتهما المركز الخامس والثاني عشر في سباق سرعة القصوى. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرترية لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي أطلقت كوريا الشمالية موظفا غير محدد بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت موظفا غير محدد باتجاه الشرق من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وأجرت بيونغ يانغ 7 تجارب على أسلحة في يناير بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.
وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختباري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 مارس. في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستمر معركة السيطرة على كييف الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسيا من نظام السوفييت السابق، ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. وتتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة فاسل كييف الجوية على بعد نحو 30 كيلومتر جنوب غرب كييف. أعلنت السلطات المحلية الفيتنامية أن 13 شخصا لقوا حتفهم إثر حادث غرق قارب على بعد 3 كيلومترات من شاطئ ببلدة هوي أن وسط البلاد اليوم. وكان القارب بحسب السلطات يقول 39 شخصا، نقلت منهم قوات الإنقاذ 35 شخصا إلى الشواطئ، لكن 13 منهم لقوا أنفاسهم الأخيرة، ولا زال 4 أشخاص آخرين في عداد المفقودين. وأفادت اللجنة الفيتنامية الوطنية للبحث والإنقاذ بأن الحادث وقع لدى انقلاب القارب الذي كان يقول 39 شخصا من جزر تشامل الشاطئ على بعد 3 كيلومترات من شاطئ كواداي ببلدة هوي آن في مقاطعة كوانغ نام. وذكر التقارير أن قوات الإنقاذ نقلت 35 شخصا إلى الشاطئ، لكن 13 منهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة. أطلقت الصين صاروخ لونج مارش 8 ليضع 22 قمرا صناعيا في الفضاء لتسجل رقما قياسيا محليا لإطلاق أكبر عدد من الأقمار الصناعية على متن صاروخ واحد، وذلك حسب ما نشرت وكالة أنباء شينخوا الصينية. وحسب الوكالة أطلق الصاروخ من موقع وين تشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب الصين قبل إرسال الأقمار الصناعية إلى مداراتها المحددة. وستستخدم هذه الأقمار الصناعية رئيسيا لخدمات تجارية بالاستشعار عن بعد ورصد البيئة البحرية والوقاية من حرائق الغابات وتخفيف الكوارث. ومثلت هذه المهمة الرحلة رقم 409 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم الأنباء. وزيرة العدل تبحث مع ممثلي المواطنين الخدمات العدلية في القشبركة. توضيح حول مهام ومسؤوليات مدراء الضواحي المنتخبين الجدد في عنسبة. الدراجة الإريتري ناتنائيل تسفاسيون يتوج بطواف رواندا لعام 2022. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق. الدول الأوروبية تغلق مجالها الجوي أمام روسيا، وكييف توافق على إجراء محادثات. و13 شخصا يلقون حتفهم إثر غرق قارب في فيتنام. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.